صباح الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو، مع اني زعلانه، والله زعلانه جدا. مش عارفه يا جماعه ليه ما بتتفرجوش على الفيديوهات، ما بتعجبكوش؟ قولوا لي طيب بس وانا اغير المحتوى عادي جدا. وبصوا ما تجوش على الوجيع. المهم بقى، يا ترى مين قال كده يا جماعه ان البفتيك بيض وبقسماط بس؟ مين قال كده؟ مين؟ طب ايه رايكم في شكل الصينيه دي وجمالها وحلاوتها؟ مش قادره اقول لك، شريحه بفتيك كده بجد فاخر من الاخر. عايزه اقول لك بجد ما شاء الله كده، للناس اللي ما بتحبش اي حاجه فيها دسم، في منتهى الجمال والحلاوه. وعايزه اقول لك هتحضريها كده في 10 دقايق. سموا الله وصلوا على رسولنا الكريم. اول حاجه معايا نص بفتيك، تمام؟ قطعت، طبعا الشريحه بتبقى كبيره، قطعت كل واحده 2 كده. ومعايا ملح وفلفل، هحط كل شريحتين زي ما انتم شايفين. وهبدا كده ملح خفيف وفلفل خفيف. خلاص افضل بقى احط رق كده زي ما انتم شايفين، ماشي. وبرده ما بين كل واحده وواحده كده شويه فلفل بوصات كده وشويه ملح. حابه تضيفي اي توابل تانية انت وراحتك، بس انا حبيت ان انا اكتفي بالملح والفلفل بس، لان ايه، بيبين لك طعم اللحمه. فاهمه قصدي؟ زي ما انت شايفه كده اهوت يا بنات. واخر حاجه خالص هحط برده رشه بسيطه من الملح والفلفل، وكده خلاص خلصت الرصه. تعالوا ندخل بقى على الوصفه الثانيه. اول حاجه معايا معلقه من الصلصه، معلقه من صلصه الطماطم، تمام؟ عليها كوبايه من الميه، وهقلب كل ده كويس جدا زي ما انتم شايفين. وهبدا اضيفهم على طول بعد ما افكك الصلصه بالميه على البفتيك بتاعي كده اهوت على طول زي ما انت شايفه يا ست البنات. وهنا بقى الخطوه اللي بتخلي لك اللحمه بتاعتك حلوه جدا، دايبه، ماشي ما شاء الله، واخده كده طراوه وطعم حلو قوي قوي. عندك زبده وعندك سمنه، تمام؟ بس انا بصراحه حطيت زبده، حطيت 3 معالق كبار كده من الزبده زي ما انتم شايفين، ماشي. هي كانت قوالب فقطعتها كده اهوت شرايح زي ما انت شايفه، وقمت حطاها زي ما انت شايفه كده اهوت يا ست البنات. مفيش اكتر ولا اسهل من كده. انا عايزاكي تجربي الوصفه دي، وبجد وانا عارفه ومتاكده ان هي تعجبك جدا جدا. اللهم بارك. انا خلصت كده، اقوم جايبه بقى ورقه فويل كده عشان اكمر كل البفتيك بتاعي زي ما انتم شايفين كده اهوت. ورقه الفويل دي بصراحه يعني حلوه جدا، بتخليك الحاجه تستوي بسرعه جدا. وهقوم مدخلها الفرن. وكده كده شرايح البفتيك ما بتاخدش سوا خالص. خلاص قبل ما تخرج كده بقى نعمل شويه رز ابيض بقى، تمام؟ معلقه سمنه وشويه زيت كده اهوت، اسيبهم يسخنوا، وبعد كده انزل كميه الرز اللي انا هعملها. خلاص كده زي ما انت شايفه كده اهوت يا ست البنات. وابدا بقى ان انا اقلب فيه كده كويس، اسخنه كده مع السمنه والزيت. خلاص كده مفيش اجمل ولا اسهل من كده. جنب شويه كده سلطه خضراء. وبجد جربي الوصفه لان من الحاجات الحلوه جدا. ومش شرط تاكلي جنبها رز وسلطه، ممكن تاكلي اي حاجه تانية انت حباها. خلاص كده احط بقى معلقه من الملح، وافضل برده اشوح كده كويس جدا. وبعد كده اعاير الميه خالص بعناية كده، لان بصراحه انا ما بحبش يعني اعاير الرز بالكوبايه، انا بحط بعيني. خلاص كده زي ما انت شايفه يا ست البنات. اغطيه بقى بالميه واسيبه لغايه لما يتشرب خالص خالص. ههدي عليه النار واسيبه كده لغايه لما يعني بعد يستوي بقى كده ويفلفل معايا كده. وتعالوا اوريكم بقى شكله في الاخر. اللهم بارك كده. دي اجمل واسهل طريقه للرز اللي هو الابيض. خلاص كده زي ما انت شايفه يا ست البنات. شايفه الجمال؟ مفيش واحده لازقه في واحده. اللهم بارك، حاجه كده فاخر من الاخر ما شاء الله. اللهم بارك. تعالوا بقى كده نطلع الصينيه بتاعتنا العظمه من الفرن. شوفوا بقى الجمال وشوفوا الحلاوه. لا بجد ما شاء الله. وعايزه اقول لك ان النص كيلو رمى كتير، كفه ووفه. اللهم بارك ما شاء الله اهوت يا جماعه. يعني كل واحد ياخد قطعتين كده، حلوه جدا جدا. وبصراحه وفرنا بيض ووفرنا بقسماط ووفرنا زيت كمان. شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ لا بجد هي الشريحه ما شاء الله اللهم بارك بتتكلم عن نفسها اصلا. والصوص اللي نازل ده خطير في منتهى الجمال بجد. ميكس كده الصلصه مع اللحمه عامله تيست حلو جدا. اللهم بارك. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين ده الفيديو كده. ايه رايكم في